السلام عليكم. هعرفك ازاي تقدر تحافظ على بطارية اللابتوب وتعيش معاك اطول فترة. مبدئيا خلينا نتكلم، ممكن ما يكونش في دماغك وانت بتشتري لابتوب موضوع البطارية وازاي هتستخدمها وازاي هتقدر تحافظ على البطارية، وانك هتستخدم وقتها البطارية استخدام عادي او تشحن البطارية بطريقة عشوائية. وطبعا في ناس كتير بتشتكي انها بتتفاجئ ان البطارية باظت او ما بقتش تقعد زي الاول. خليني برضه المح لك على نقطة ان في فرق في البطارية بين اللاب الجديد اللي انت بتفكه من علبته واللاب الاستيرادي اللي بيكون مستعمل قبل كده، وانك طبعا في اللابات الجديدة لو بتقارن بطاريتين من نفس موديل اللاب الاتنين هيقعدوا نفس المدة، لكن في الاستيراد عادي جدا لما تجيب بطارية وتجيب بطارية تانية من نفس موديل اللاب وتلاقي الاتنين مش بيقعدوا نفس المدة، والاتنين بيكونوا نفس المدة لو انت رحت اشتريت البطاريتين جداد. اللي اقصده انك هتلاقي في اللابات الاستيراد علشان بتبقى مستعملة قبل كده ان البطاريات اللي موجودة فيها مش هتبقى زي بعضها. خلينا نتكلم على اهم الطرق اللي تتفادى بيها ان بطارية اللابتوب بتاعتك عمرها يقل او انها تبوظ فجأة، سواء البطارية اللي عندك في اللاب داخلية مش هتعرف تشيلها او خارجية ممكن تشيلها. وانت بتستخدم اللاب والبطارية شحنت 100% افصل الشاحن من اللاب، بمعنى وانت شغال على اللاب لما البطارية توصل 100% افصل الشاحن من اللاب طالما لسه بتستخدم اللاب. لو ناوي تركن اللابتوب لفترة اتأكد ان البطارية مشحونة اكتر من 50%، وفترة ركن البطارية دي بتختلف من بطارية لبطارية تانية. ما تبدأش في شحن البطارية غير لما تنزل معاك لحد 20%، بمعنى انك مش كل شوية توصل اللاب بالشاحن وتشيله. استخدم الشاحن الاصلي او البديل اللي بيديلك الواط والفولت المظبوط. وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات.